السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قنوات كوكو الأبطال. أهلا وسهلا بكم، منوريني مشرفيني. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة لبرج السرطان، قراءة عن الفراق وهجران الحبيب. قراءتنا إن شاء الله هتكون بتاريخ 24/9/2025. أتمنى القراءة تفيد حضراتكم وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة مفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب إلا الله، وهذا توقعات وليس إلا. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أصحاب برج السرطان، سمي بسم الله ونشوف طقطق اليوم يا برج السرطان من منظور الحبيب. أتمنى لكم التوفيق يا رب في قراءتكم وتكون موفقة. تمام. لحظة القرار بالهجران يا برج السرطان، الشريك هو اللي اختار يبعد عنك يا سرطان. لحظة قراره كانت أشبه بزلزال داخلي. هو ما كانش واقف قدامك بصلابة بصراحة، بالعكس ده كان جواه انهيار صامت. الطاقة بتكشف إن القرار ده ما كانش نابع من قوة، بل من ضعف. كأنه كان بيهرب من مواجهة نفسه قبل ما يهرب منك انت. اللحظة دي كان فيها مزيج من الخوف والارتباك. سلام. كان فيها مزيج من الخوف والارتباك وحمل تقيل على صدره. تخيل انك شايف شخص واقف عند مفترق طرق، يمين في نور بيخوفه عشان محتاج يواجهه، وشمال في ضلمة بتوهمه انه اسهل. هو بقى اختار انه يدخل الضلمة عشان اسهل. طب ما بعد الفراق مباشرة بعد الهجران، هو توقع ان الألم هيقل، توقع، لكن العكس حصل. لقى نفسه بيغرق اكتر في الاحساس بالوحدة. كل تفصيلة بسيطة في يومه بقت بتفكروا بيك. كوباية الشاي اللي كنتوا بتشربوها او بتشربوا فيها مع بعض. بص انا جايب لك واحد كبير ازاي، والله العظيم من طقطق، ولا كنت فاهم ان الموقف ده هيحصل. كوباية الشاي الكبيرة دي اللي كنتوا بتشربوها مع بعض كان بيفتكرها. الطرق اللي كنتوا بتمشوا فيها، حتى أصوات معينة أو كلمات عابرة بتفكروا بيك يا سرطان. هو حس بوقتها إنه فقد مش بس علاقة، بل فقد البيت اللي بيرجع له قلبه وهو تعبان ومرهق ومنهمك. هنا بقى شكل صراع نفسي عميق عند الشخص ده. اللي بيميز حالته دلوقتي هو الصراع اللي مش بيخلص. جانب منه بيحاول يقنع نفسه انه عمل الصح، انه كان لازم اسيب عشان ما تضرش. لكن الجانب الاقوى بيصرخ جواه، بيقول له انت ضعيف، اغلى حاجة في حياتك ضيعتها. الطاقة او الورق بيتصوره كإنسان بيقف قدام مراية كل ليلة، بيشوف ملامحه ويشوفك منعكس جواها. احيانا يكلم نفسه كأنه بيكلمك امام المرآة دي، ويقولك انت لسه موجود يا سرطان،
بس مش في حياتي، انت موجود في ذاكرتي. طب مشاعره الحالية ايه الشخص ده؟ رغم مرور الوقت يا برج السرطان، الحب لسه ثابت جواه زي ما هو، يمكن بقى أقوى، لكنه دلوقتي ممتزج بندم ومرارة. تخيل بقى، ندم مع مرارة، الطعم هيبقى عامل ازاي؟ الندم مع المرارة هو كده. هو بيشوفك كشخص كريم في مشاعره، شخص قدم وبذل الكثير في العلاقة، بينما هو ارتكب الخيانة الأكبر اللي هي الاستسلام للخوف. وكل مرة يفتكرك ويتذكرك فيها قلبه ينقبض. في نظره انت مش مجرد حبيب قديم، انت الشخص اللي كان يقدر يغير مصيره بالكامل لو كان عنده شجاعة. طب هو ازاي بيشوفك دلوقتي يا برج السرطان؟ دلوقتي بيشوفك كرمز للقوة، شايفك واقف رغم الألم، بتكمل حياتك رغم الجرح. وجودك بالنسبة له بقى أشبه بالأسطورة، موجود ملهم لكن بعيد عن إيده. في مخيلته إنك بتمثل الحب الحب الحقيقي اللي ما يتكررش، وفي نفس الوقت الفرصة اللي ضاعت. وده بقى بيخليه يتألم أكتر، لأنه كل ما بيشوفك متماسك بيفتكر ضعفه هو. الشخص ده لو عايز يوجه لك رسالة، لو قدر يتكلم بصدق من غير خوف أو كبرياء، هتكون كلماته في اللي أنا هقوله من الطاقة ده. هيقولك أنا ما بعتش عشان بطلت أحبك، أنا بعت عشان كنت ضعيف، ما كنتش قدك، ما استحملتش حجم حبك ولا عمقك، انت كنت فوق قدرتي على الاستيعاب. انا اخترت الهروب، لكن الهروب ده ما حررنيش للأسف، ده سجني. انا كل ليلة عايش في زنزانة الفقد. يمكن انا ما استهلكش، بس صدقني انت اللي ساكن في قلبي حتى دلوقتي. جميل. طب انعكاس بقى الفراق على حياة الشخص ده اليومية، بقت حياته عاملة ازاي؟ بقى زي شخص ماشي وهو شايل صخرة على ظهره، مهما حاول يضحك أو يتظاهر بالقوة الصخرة دي بتبان في كل تفاصيله، في عينيه، في صمته، في عصبيته. المفاجأة بقى عصبي جدا. كمان الذكريات بتطارده، كل ذكرى بتتحول لسلاح بيطعنه. ضحكتك بقت وجع ليه، كلامك بقى جرح ليه، حتى لحظة زعل بسيطة بينكم بقت درس هو بيتذكره. أحلامه الليلية أنت ضيف دائم في منامه، أحيانا بيشوفك مبتسم كأنك بتسامحه، وأحيانا بيشوفك ماشي بعيد وهو بيجري وراك ومش لاحقك. الأحلام دي بتخليه يصحى مشوش كل يوم، كأنه عايش نص حياة، في الواقع نص، والنص التاني بيعيشه في الحلم معاك. بقى عنده محاولات للنسيان، هو لو جرب يدخل علاقات جديدة بيلاقي نفسه يقارن طول الوقت. المقارنة دي دايما بتخليك انت الكسبان والباقي مجرد صورة. اما مستقبله من غيرك، في خياله افضل سيناريو ان هو يرجع لك يوما ما ويفتح له باب جديد معاك، واسوأ سيناريو عنده
انه يفضل عايش يراقبك من بعيد ويشوفك مع حد غيره من غير ما يقدر يعمل حاجة. أسوأ سيناريو. الخلاصة يا برج السرطان، الشريك اللي هجرك مرتاحش، هو اللي تعاقب بقراره. كل لحظة بعيد عنك بقت لعنة بترجع له كل يوم. الطاقة بتأكد إنك لسه النقطة اللي في حياته كلها بتدور حواليه. حتى لو حاول يخفي ده، انت الحب اللي ما يتعوضش والجرح اللي ما يلتئمش. طب ناخد كروت تهكيرية من عقله واحنا فاتحين طاقته كده، نشوف بيقول لك ايه وعايز يقول لك ايه. بيقول لك سأقوم بتصحيح الأمور بيننا يوما ما، نتمنى. قول تاني. بيقول لك أنا فقط أريدك أن تكون سعيدا. قول تاني. بص عايز يتكلم كتير، كارتين طلعوا. بيقول أنت كل ما أردته. أنا آسف لأنني عقت نفسي معك. شكرا ليك. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج السرطان. أتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.